شوم أيها الصالح الذي تأتي منه كل المعونات للخطأ الذين يقصدونه، ويرضى بالتائبين الذين يقرعون بابه، أنت أيها الرب بنعمتك طهر نفوسنا وامحو سيئاتنا ونقي كل خطايانا، وأهلنا في يوم تجليلك أن نصبح ورثة في ملكوتك، ونفرح بمواهبك ونشكر نعمتك أيها المسيح إلهنا الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. إخوتنا وأحباءنا صلوا لأجلنا. بصلوث موديل التخوة خلون قادي شاي كرامر مخمر ملكو إيحيدو يبرو ملثيدا بشمايونا حولي حوبخيون لما يوثم. بثل تدخيك يلدى طالها مريم.
قراءة من سفر يونان النبي بارخ مور. شوف حالمرة جنبية وعليه الرحمة والعلمين. فساء الأمر يونان مساء شديدا وصلى إلى الرب وقال: أيها الرب، ألم يكن هذا كلامي وأنا في أرضي؟ ولذلك بادرت إلى الغرب إلى ترشيش، فإني علمت إنك إله غفور رحيم طويل الأنام كثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن أيها الرب، خذ نفسي منك، فإنه خير لي أن أموت بمنعك. فقال الرب: أبحق ظنك؟ وخرج يونان من المدينة وتزاحم في المدينة، وصنع له هناك كهنة، وجلس تحته بالظل ريثما يرى ما يصيب المدينة. فأعاد الرب إله الروح، فارتفع فوق يونان ليكون على رأسه كل فيلهمه نظر. ففرح يونان بالخروع فرحا عظيما، ثم أعاد الرب إحدى ضلوع المشرق المد، ولسعت الخروع داخليته. فلما أشرقت الشمس أعاد الله ريحا شديدة حارة، فضربت الشمس على رأس يونان فأغمي عليه، فتمنى المولى لنفسه وقال: خير لي أن أموت بمنعك. فقال الله ليونان: أبحق ربك تسبح الرعد؟ فقال: بحق ربي حتى الموت. فقال الرب: لقد أشركت أنت على الروح التي لم تسع فيها ولا تربي، والتي نبتت منك لي، ثم هلكت منك لي. أفلا أشرك أنا على منها والمدينة العظيمة التي فيها أكثر من 12 رهوة من أناس لا يعرفون يمينه من شماله، ما عدا بهائم كثيرة الإطراف. Torielaiso, Torielaiso. طوبنا شمع الدمر لنا شنيثن سبر خنبر من سبر نخ ملخ من رومان وين ما حرم من عيتهنا ما إلا يلفون شحل في من كل قابل طبلا ينادى بيلفون. شبح المولد شليحي وعليه الرحمة والعلمين. يا بني بالنعمة التي في المسيح يسوع، واستودع ما سمعته مني بمحضر كثير من الشهود، أناسا أمناء جديرين بأن يعلموا غيرهم. شاركتني في المشقات شأن الجندي الصالح للمسيح يسوع. ما من أحد يجند يشغل نفسه بأمور الحياة المدنية إذا أراد أن يرضي الذي جنده. والمصارع أيضاً لا ينال الإكليل إن لم يصارع صراعاً شرعياً. فمن حق الحارث أن يتعب أن يكون أول من ينال نصيبه من الغلة. تفهم ما أقول، والرب يجعلك تدرك ذلك كله. واذكر يسوع المسيح
الذي قام من بين الأموات وكان من نسل داود بحسب بشارتي، وفي سبيلها أعاني المشقات حتى إني حملت القيود كالمجرم. ولكن كلمة الله ليست مقيدة، ولذلك أصبر على كل شيء من أجل المختارين ليحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع وما إليه من المجد الأبدي. إنه لقول صدق أننا إذا متنا معه حيينا معه، وإذا صبرنا ملكنا معه، وإذا أنكرناه أنكرنا هو أيضاً، وإذا كنا غير أمناء ظل هو أميناً، لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه. ذكرهم بذلك وناشدهم في حضرة الله أن يتجنبوا المماحكة، فإنها لا تصلح إلا لهلاك الذين يسمعونها. واجتهد أن تكون في حضرة الله ذا فضيلة مجربة وعاملا ليس فيه ما يخجل منه، مفصلا كلمة الحق على وجه مستقيم. وبارك مور. بارخ مول قم شافر عمش اليوم دي حلثو نخفوثو صوتو نشمع لزبرثو الميلي حيوثو دي وانجليون قديشون موران يشو مشيحو ثقر علين أشغل شلوم الكلخون محيونيثو من لوقم سفرانو دم سابر حاية وفرقان العلمان زبنا خيل صومد عمد مران ولوهان فرق ديلان يشام شيحة ملثوت حيا لودت بسر من ثلتا قادشتا مريم هولندين آخان هواين
بارخمور. ولما سأل بعض من الفريسيين يسوع متى يأتي ملكوت الله، أجاب وقال لهم: لا يأتي ملكوت الله برصد، ولا يقال ها هو ذا هنا أو ها هو ذا هناك، فإن ملكوت الله هو فيكم. وقال لتلاميذه: ستأتي أيام تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان فلا ترون، فإن قيل لكم ها هو ذا هنا أو ها هو ذا هناك فلا تذهبوا، لأنه كما أن البرق يبرق من السماء وينير ما تحت السماء، كذلك يكون ابن الإنسان في يومه. لكنه مزمع قبلا أن يتألم كثيرا وأن يرذل من هذا الجيل. وكما كان في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك فجاء الطوفان وأهلك الجميع. وكما كان أيضا في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون في اليوم الذي خرج فيه لوط من سدوم. أمطر الرب من السماء نارا وكبريتا فأهلك جميعهم. هكذا يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الإنسان. ففي ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه خلصها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكونان اثنان على سرير واحد، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، وتكون اثنتان تطحنان معا، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. واثنان يكونان في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجابوا وقالوا له: إلى أين يا رب؟ قال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. بارخمور. والأمن والسلام لجميعكم.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبائي الكهنة الأعزاء، إخوتي الشمامسة، أيها المؤمنون الأحباء، نحن اليوم في اليوم الأخير من صوم نينوى، باعوثة نينوى. هذا الصوم اللي يمس كل واحد من عندنا، سواء إيمانياً، هذا الشيء الأساسي، وأيضاً تاريخياً، حيث نحن شعب نينوى. وهذا الشيء أيضاً يذكرنا، هذا الصوم يذكرنا بآبائنا وأجدادنا اللي سبقونا وعاشوا في هذه الأرض قبل أكثر من 2600 سنة. اليوم نحن كي نحتفل وكي نتذكر تلك الأيام اللي عاشها شعب نينوى مع النبي يونان. شلون اجا هذا النبي وبشر هذه المدينة وبدأت تتغير، بدأت تمشي نحو الأحسن، وصار بيها حركة إيمانية. وما بس هكذا، لا بل إنه صارت رمزاً إيمانياً للتوبة ولتغيير المسار. كثير من الأمور اللي يعلمنا إياها هذا النص، يعلمنا شلون إنه هذا الشعب قدم توبة عظيمة وقدر أن يغير القرار اللي كان صادر بحقه بالعقاب. فإذا التوبة إلها مفعول قوي، ممكن أن تغير حالة الإنسان. عندنا الشيء الثاني أيضاً اللي يأكدوا لنا هذا النص ويأكدوا لنا أيضاً هذا الصوم، حب الشعب، شعب نينوى بذاك الزمان لمدينته. لما عرف بأنه راح تنقلب ما تخلى عنها، ولكن دافع عنها بمحبة وبقوة وبتوبة صادقة. اليوم الموضوع اللي حابب أن نتكلم عنه هو ثقة النبي بالله، وأيضاً الرسالة اللي لازم نحن نتعامل مع بعضنا البعض، اللي هي الرسالة الجماعية. إذا قرأنا الفصل الأخير من النبي يونان راح نشوف عبارة كلش مهمة، وأكيد انتبهتم لها يمكن لما قرأها الشماس، قراءته كانت جيدة جدا وبصوت واضح. لما قال النبي وخاطب الله قال له: يا رب، إنه أنا أعرفك بأنه أنا من يوم كنت عند أهلي في منطقته، كي يتكلم عنها في أورشليم وغيرها من هالمناطق، أعرف بأنه يا رب أنت إله محب كثير الرحمة طويل الأنات غافراً للخطايا. فأنا متأكد بأنه أنت إذا طلب من عندك الشعب التوبة والمغفرة راح تغفر له. ولهذا أنا ما بشرت هذا الشعب، هربت إلى ترشيش. فإذا هنا يبين النبي بأنه هروبه إلى ترشيش كانت ثقته بالله، أنه الله إذا هذا النبي بشر المدينة وتابت راح تغفر، ولكن النبي ما كان يريد أنه المدينة تغفر خطاياها، كان يريدها أن تعاقب. فإذا منا يجي من مبدأ أنه هذا النبي نبي يونان كان عنده ثقة كلش كبيرة بالله، وكان يعرف الله زين، ويعرف بأنه كل من يتقرب من الله بتوبة صادقة سوف تغفر له. إذن هذه الرسالة الأولى أحبائي اليوم اللي نحن لازم ناخذها من صومنا، من هذا الصوم اللي نحن اليوم كي نقبل له، كي نعيشه. عشنا 3 أيام وبعد أيام راح يجينا الصوم الكبير. هل نحن راح ندخل إلى زمن الصوم بهذه الثقة الكبيرة؟ هل اليوم بأنه نحن لما نتقدم بصلاتنا من الله عندنا ثقة بأنه الرب راح يستجيب صلاتنا ولا لا؟ بنفس الوقت أنه يعلمنا النبي بأنه الله أيضاً في صلاتنا لما نحن نقدمها له يشوف ما هو الأفضل وما هو الخير لنا. لأنه إذا نلاحظ بالسفر راح نشوف بأنه النبي صلى مرتين،
صلى وهو في جوف الحوت، في جوف مثوى الأموات، يا رب استغثت فالله أنقذه. ولما صلى مرة ثانية حتى تنقلب نينوى الله ما استجابوا. فما معناها بأنه اليوم نحن أكو عندنا صلوات مستجابة وصلوات غير مستجابة؟ لا، عندنا دائما بأنه الله هو اللي يشوف ما هي الصلاة المناسبة لإلنا، ما هي الصلاة اللي هي لخيرنا، ما هي الصلاة اللي تفيدنا في حياتنا. فإذا صلواتنا اليوم نحن أحبائي لازم تكون أيضا نابعة من قلبنا ومن معرفتنا بإلهنا. فشلون أنا راح أقف وأصلي وأقول يا رب انتقم من فلان وأنا أعرف بأنه إلهي هو إله رحمة ومحبة؟ فإذا أكو هنا خلل، يا إما أنا ما أعرف إلهي بشكل صحيح، يا إما أنه أنا أريد أن أغير من طباع إلهي الرحوم، وهذا شيء خاطئ. لهذا زمن الصوم أحبائي هو زمن تنقية نفوسنا، هو زمن أنه يخلينا أنه نحن بعد نتقرب من الله أكثر وأكثر، نعرف إلهنا بشكل صحيح، نعرف إلهنا بشكل واقعي، بشكل حياتي، حتى لما نقف نحن ونصلي نقول له يا رب صلاتنا تكون مقبولة لديك. فشون راح تكون صلاتنا مقبولة؟ لازم نعرف ايش نصلي، لازم نعرف ايش نحكي في صلاتنا، ما نطلب اشياء مو قصة انه ربنا ما يقدر ينفذها، لكن ما تليق بإلهنا، ما تليق بنا انه نحن لما نقف في المذبح في وسط الكنيسة ونصلي وندعي الى فلان وفلان وفلان، ما يصير. لازم دائما نطلب المحبة والرحمة، نطلب من الرب ان يرحم، نطلب من الرب أن يغفر، نطلب من الرب أيضا أن ينير عقل فلان وفلان. ليش؟ لأنه هذه هي الرسالة الثانية أيضا اللي يعطيها لنا سفر يونان النبي، أنه هذه المدينة كلها كانت عايشة في ضلال، وهنا النبي فرح أنه خلي تكون عايشة بهذا الضلال لأنه رايحة إلى الانتقام. فنحن اليوم واجبنا لما نشوف أنه الإنسان أخطأ أو الإنسان ماشي في طريق غلط ما يصير نتخلى عنه، ما يصير نقعد على صفحة ونصفق له ونمدحه، لأنه هو ماشي في طريق الهلاك. لأنه الله أعطانا في إنجيل لوقا اللي قرأ لنا أبونا الخوري جورج أيضا بصوت واضح وجميل، أعطانا مثال لشعبين. الشعب الأول اللي كان في زمن نوح كان شعب يأكل ويشرب ويتنعم، ما كان أكو من ينصحه بأنه أنت ماشي في طريق غلط، إلى أن أغلق باب الفلك وهلك الشعب. ما فادت بينه النصيحة بالوقت الأخير، ما فادت. الشعب الثاني اللي هو شعب سدوم وعمور، أيضا كان الشعب يأكل ويشرب ويفرح ويتنعم، ولكن غلط، كان ماشي في طريق الغلط، أيضا ما استفاد ولا قبل أن يعدل من طريقه، ما إجاله من يبشره، ما إجاله من ينصحه. لهذا إيش صار؟ دمرت المدينة. فاليوم أحبائي نحن لازم نشابه أهل نينوى وليس أهل سادوم وعمورة وليس أيام نوح. ما لازم نترك الخطيئة أن تستمر، أن تتغلغل في حياتنا. ما يصير بأنه نسمح للخاطئ أن يمشي بكيفه، نتركه بدون ما ننصحه، بدون ما نحكيه، بدون ما ننبهه، حتى لما يوصل مرحلة أنه ننبهه بالقوة. نعم، ليش؟ لأنه هذا خلاص شعب بالكامل. فتذكروا بأن نوح كل الشعب راح بيها، وسادوم وعمورة كل الشعب أيضا راح بيها، ولكن نينوى أنقذت نفسها. فنحن أي مثال نأخذ؟ أي مثال نأخذ اليوم في حياتنا نحن؟ مثال المدينة اللي دمرت ولا المدينة اللي صحت؟ المدينة اللي تابت؟ طبعا المدينة اللي تابت. فاليوم أيضا أحبائي لما نشوف بيناتنا من كي يمشي في طريق الخطيئة وفي طريق الضلال، واجبنا الإيماني أن نقول له أنت غلطان،
ما نصفق له ولا نمدحه، لأنه هلاكه راح يكون هلاكنا، ودماره راح يكون دمارنا، والخراب اللي راح يجيبه راح يكون خراب واقع علينا. ولهذا واجب علينا أنه نحن اليوم أن نكون مثل شعب نينوى اللي تكاتف بالتوبة وصام وطرد من بيناته الخطيئة، طلع الفاسد، طلع المدمر، طلع الفكر الشرير من حياته، وأدخل مكانه التوبة الحقيقية. شعب سادوم وعمورة ما كان عنده هاي الفرصة. ليش؟ لأنه كان ملتهي بشهوات الدنيا، وكذلك نوح، زمن نوح أيضا، ولهذا هلك الشعبان. فاليوم نحن أحبائي أمام تحدي كبير من حياتنا. مو معناها بأنه اليوم أن يكون أكو الخاطئ بيناتنا أن نتركه، لا، مصيره هو من مصيرنا، لأنه نحن كلنا شعب واحد. يعني تتصورون في زمن نينوى، زمن النبي يونان، كانت كل المدينة خاطئة. في زمن نوح كان كل الشعب خاطئ. في زمن لوط كان كل الشعب خاطئ. معقولة ما كان أكو كم واحد طيب؟ ما كان أكو كم واحد جيد؟ كان أكو، ولكن ما كان عندهم هذا الدور أنه يصحوا بقية الشعب. إذا اليوم الشعب كله نايم، واحد صاحي ممكن يقدر أن يصحيه كله، ولكن تعتمد على هذا الصاحي، يريد يصحيهم ولا لا؟ يريد أن يكون الصوت النبوي ولا لا؟ ولا فرحان بالوضع اللي كان يعيشه؟ فلهذا أحبائي اليوم زمن الصوم هو زمن تغيير، هو زمن بداية جديدة. نعم، هو زمن الصحوة. لازم نصحى على الواقع اللي نحن عايشين بينه، ونصحي أخونا الإنسان الخاطئ. ممكن يصير بها زعل، ممكن يصير بها خصام، ممكن يصير بها عداوة، ما مهم. المهم أنه نحن نؤدي واجبنا كمؤمنين، كمسيحيين، كعارفين بأن الرب محب، طويل الرحمة، كثير الأنات، غافر للخطايا. خلي يزعل من عندنا أخونا الإنسان اليوم، ما يخالف، بس نحن كي نصحيه من أجلنا كلنا، كي نصحيه من أجل مجتمعنا، من أجل كنيستنا، من أجل المستقبل اللي نحن نريد أن يكون مستقبل جميل ومستقبل رائع. تخيلوا بأنه شعب نينوى ما تاب، كانت مدينة خراب، ما كنا اليوم نحتفل بهذا الشيء. ولكن هاي التوبة غيرت التاريخ، غيرت الإنسانية، غيرت الوجه البشرية بالكامل. شعب بالكامل غير تاريخه. فاليوم نحن أحبائي لازم نصفق للي يغير التاريخ، لازم نصفق للشعب اللي يقيم توبة حقيقية، لازم نصفق ونمدح ونساعد ونآزر كل من يحاول أن يصحي هذا الشعب من سباته، ويصحيه من خطيئته، ويصحيه من العيشة الخاطئة اللي هو كي يسلك بيها، حتى نكون فعلا نحن شعب مؤمن قريب من الله، وعارف جدا ومتأكد بأنه محبة الله وثقة الله تكون كبيرة بحياتنا. فإذا كثير من الرسائل يعطيها لنا هذا الصوم وسفر النبي يونان، كثير من الرسائل. فأحبائي اليوم لازم يكون عندنا حبنا لأرضنا، لبيتنا، لكنيستنا، لوطننا، مثل ما كان شعب نينوى يحب مدينته. يوم اللي سمع أنه راح تنقلب بعد 40 يوم جهز كل حاله حتى يدافع عنها. هكذا نحن اليوم لازم ندافع عن ما نمتلكه. الشيء الثاني، لازم يكون عندنا نحن أيضا ثقة كبيرة بالله، مثل ما كان عنده النبي يونان ثقة
بأنه يا رب أنه أنت قادر على أن تغير كل شيء. لا نفقد الأمل، لا نكون كناس مثل ما قال عندنا في الإنجيل ناس بلا رجاء. نعم عندنا رجاء قوي وعندنا رجاء لا يخيب، مثل ما أعلن هذه السنة قداسة أبينا البابا. رجانا بالله ما يخيب أبداً، نكون متمسكين بينه بقوة، بإصرار، بحزم، بأنه قادر على أن يغير واقعنا. والشيء الآخر أنه الصوم ما معناها أنه نحن نسكت عن الغلط، ما معناها أنه نترك الغلطان مثل ما نقول يسرح ويمرح في حياتنا، في مجتمعنا، في كنيستنا. لازم نحن ننبهه، لأنه تنبيهنا له هو تنبيه لنا، خلاصه هو خلاصنا، ولكن ضياعه هو ضياعنا. فلازم نحن نهتم أيضا بالخاطئ ونرشده وننصحه مهما كانت النتائج، بس لازم نحن نؤدي واجبنا بشكل صحيح. هكذا أحبائي يكون صومنا مقبول، هكذا أحبائي نكون نحن شعب واحد، شعب مؤمن، شعب كي يتبع الله، وبالتالي راح نحصل كلنا على المغفرة وعلى الخلاص، وراح نغير من تاريخ مناطقنا ومن تاريخ كنيستنا مثل ما غير شعب نينوى التاريخ سنة 650 تقريبا قبل الميلاد. فأحبائي أنتم مستعدين للتغيير؟ عندكم ثقة بالله؟ مستعدين أن تواجهوا الخاطئ؟ مستعدين أن تنصحوا المخطئ؟ هذا الشيء اللي مطلوب من عندنا في زمن الصوم. وبركة الرب تكون معكم، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. صوم قالوس قريلايسون. نؤمن بإله واحد إخوتنا وأحباءنا صلوا لأجلنا. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. على المذبح الروحي الذي فوق السماء واعفو واصفح اللهم خطايانا وآثامنا ومعاصينا والخطايا.
أحبائنا، راح نقدم هالذبيحة الإلهية على نياتكم جميعا أنتم الحاضرين، على نيات مرضاكم، على نيات أمواتكم، على كل النوايا اللي موجودة في قلوبكم واللي حابين أن ترفعوها إلى الآب السماوي. على جميع هذه النيات مع هذه الذبيحة نقدمها إلى الآب السماوي. Stomen kalos أيها الرب الرحيم القدوس، يا من أعد لنا بابنه الوحيد هذه المائدة الروحية، اقبل تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا جميعا لنتبادل السلام بقلب طاهر وبمحبة إلهية، ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين. شلوم الكلخون فلنعطي السلام كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. أهلنا أيها الرب إلهنا. من بعد هذا السلام المعطى لنا لنحني رؤوسنا أمام الرب الرحيم، أمامك أيها الرب إلهنا. بارخمور فليكن معنا وفيما بيننا يا رب حتى منتهى الدار أمنك وسلامك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية الأزلية، ونرفع إليك الحمد والشكر لابنك الوحيد ورائك القدوس لنا وكل أوان وإلى أبد الآبدين. فارخمور نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونتضرع متوسلا إليك أن تنظر إلينا بعين الرحمة وتؤهلنا لدرم مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. فلنقف حسنا يا إخوتي بالخوف والورع والطهر والقداسة والحب والإيمان الحق، ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا، التي يقربها الحبر الجليل ويقدمها عنا لله الأب رب الكون ذبيحة حية رحمة وسلاما، ذبيحة وشكرا. عبد الله أبو طيب ثدي حذا يبرا وشوتا فوتا مغنانوتا روح قديشا تهوي عم كل خون العالمين وعم روح دينا العيل نهون هوني ومدعي والإبا وثديلان بشاثو هوذيم إيثيهون الوث مريا ألوها نودي المريض دي حلثم شوي
أنت حقا يا الله الآب واهب الحياة، ولك يجب الحمد وبك يليق الوقار، لأنك مبارك مع وحيدك وروحك الحي القدوس. وأمامك لماثل جمهور الكاروبيم ذوي الأربعة الوجوه وصفوف السرافيم ذوي الستة الأجنحة، وهم ينشدون ألحانا نقية وتراتيل إلهية ويصرخون هاتفين وقائلين: قاديش قاديش قاديشات مريم لرحمة، وقاديشي حذا برودي لوخ مراني يشوع مشيحو الله على الكل، قاديش روحه قاديشو معبد حاي، قاديشو إيثيوك يهوب الطبوثو ميتو الفرقوناني حذا دي لوخ إدباسار من سلطة خيسو يلداس الله مرياب بندبرانوثي الله هايتو وفراق حرار من شبيو. هاود خاذ وحلو فين برنوشو لو مشتحل فونويد لوث حاشو صبيونو يوئثو واقدم حاشي مع بيت حايد نساب اللحمو بيذا وقادي شوثم بارخ وقادش صوي خان ويابل تلميذا وكذوهان سبخ المنين هونو إيثاو فغراديل دحلو فيكون وحلو ساقية مثرصي ومثيهب شبكونو تحتوه والحايد العالم علمين. خانو كوسو من بوثر دحشم مازغ من حمرو مايو بارغ وقانش كاضطعم يا بتلميذا وكذوما سابشتو من كل خون هونو كوسو إيثاو دياتي قعدة تبدم دحلو فيكون وحلو ساقية متي شد الحوسو يتحوبه والحايد العالم علمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس فإنما تذكرونني حتى مجيئي. إننا نذكر موتك ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني فاشملنا جميعا بمراحمك. لهذا إننا إذ نذكر تدبيرك لأجلنا نحن عبيدك الخطأ ضعفاء نسألك متضرعين يا محب البشر أن تشفق وتتعاطف على ساجديك وتخلص ميراثك يوم تشرق في آخر الأزمنة فتجازي بالعدل كل إنسان حسب أعماله. من أجل هذا تتضرع بيعتك بواسطتك إلى أبيك قائلة: ارحمنا أيها الإله الآب الضابط الكل
ورخمور. ونحن أيضا يا رب نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. بارك يا سيد مرحب هذه الساعة وهي بهذا الوقت يا أحبائي، لأن روح القدوس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأخارستية الموضوع ويقدسها، فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. عنين مريا عنين مريا عنين مريا حسطب ورحم علين. قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون. أي كانوا دمغنا نوثينا بيذ اللحمة هونا بغرا دمشيح الله ديلان. لم زاغا دبخاس هونا ما ديل دمشيح الله ديلان. لتكون لنا هذه الأسرار المقدسة غفرانا للذنوب وشفاء للنفس والجسد وثباتا للرأي، فلا يبدن أحد من شعبك المؤمن، لكن أهلنا إذا ما سلكنا سلوكا روحيا طاهرا أن نرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين. آمين. صالح
قريانث كاشاف قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون بين يديك نستودع حياتنا أيها الرب العطوف ونستمد المراحم أشفق يا صالح وارحمنا. مريم رحمانا ومرحفانا ودلائل من كل مزدايح متقالس ومترمرم ومشتابة أشول المسكين ما كعبديك الدخيويث وقادي شايث نصالح ونزعق ونيمار أبون بشمايو إثقادش شما إيثي ملكوثو نهوي صبيانا أي كانت بشمايو برا هبلان لحمو سمكونا اليومون وجهك لان حوبين وقتو أي كانوا دوف احنا نجبقن الحيو بي لا تعلن النسيون إلو فاصم من بيشو ميطو للديلوخي ملكوتو حيلا تشبق أجل أيها الرب محب البشر لا تدع التجربة تتسلط علينا بل نجنا من الشرير المتمرد ومن طرق المعوجة والملتوية لأن لك الملك ولابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين آمين. شلوم الكل خون Moriori Shenarken, Domai بارخ مريال عامخ مهيمنا هانا دغضا ميركين وشو زيبان من نسيانا وسخفانا وشوالان دبرازي ولين قديشت دخيو إيثو زهيو إيث نشتوتب وبهن نتحاسي ونتقادش ناس يقلق شبحة وتوديثو وشوب خل زبان والعالم والمين شلوم الكل خون تهوي طيبوثو ورحمة ليثو يوثو قديشتو لبريثو إثيويتو ومسوميتو شو يذبوسية عم كل خون العالمين آمين بارخ مور بدي حلثو برثي ثنحور حوس موريو رحم عليك قدشل قديشة ولد خيام ثيابين هذا بقديشو هذا برو قديشو هذا روحو حيو قديشو شفقو لابو ولبرو والروحو قديشو حديثيهون العالم علمين آمين هذا بقديش عمد قبل العلم بحنوني هذا برقديش عمد فرقا بحاشي يقير دقنومي هذا روحو حيو قديش عمد ديثو قمورا وامشى مليون ادخل مدم دهوا ودهوم نوش مد مريم برا من عالم وعذاب العالم علمين آمين
من مذبحك المبرر، فلينحدر غفران لعبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لبعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. آمين. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك والقابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا وإسفار الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس، على واهبيها واخذيها وكل من تعب واشترك فيها، فلتكن مراحم الثالوث الأقدس في العالمين إلى أبد الآبدين. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة جسد ودم ربنا يسوع المسيح جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك الحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى لك مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح
يعطى لك مغفرة خطاياك والحياة الأبدية. جسد ودم ربنا يسوع المسيح. بحب رومه واليولد روم رومه والصدق للقولوس العاني حنون رحمه. المجد لك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن لنا جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الثمين الذي شربنا للدينونة والانتقام، بل للحياة الأبدية وخلاص جميعنا، فارحمنا. لوخت بروخت زغوث كيبل خل شور لشموخ نودي داتم نحمونود ميثي سابرطو بولغ بيري مودنا لو خلوهان وياتي رئيس مودنا له ومقبلينا طيبوثو. نشكرك أيها الرب الإله ونقر بجميلك ونبتهل إليك متضرعين أن تكون لنا هذه المناولة الإلهية لغفران خطايانا ومحو معاصينا ولحمد اسمك القدوس واسم ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. سلام الكلخون وامروحا قديلا المريوري شينر كين اغضامك مريو الوهان. أيها الرب إله خلاصنا يا من تجسد لأجلنا وبذبيحة ذاته خلصنا، نجنا من الفساد المهلك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق الحمد والوقار والولاية مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. بارك يا سيد. أشون موران دنصوم كولا قد شوي صوم دخيا مثرايو بي الله ثا شيحات قابل صومات كينه والزديق قابل صوما وصلاوتا ورحب علي. امضوا بسلام يا إخوتنا وأحبانا، فنحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس ورافته مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين الأحياء والأموات المخلصين بصليب الرب الغالب
والموسومين بوسم العماد المقدس، فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم، آمين. وليصفح عن زلاتكم، آمين. وليرح نفوس أمواتكم، آمين. ولربي أنا العبد الذليل الخاطئ ولتعني صلواتكم. امضوا بسلام وأنتم فرحون ومسرورون، وصلوا لأجلنا. مريم قابل قربانوس لن عاد بصلا وصدر